السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا على خير يا ربي واحوال طيبه وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مجموعه ديال اقتراحات الكوتيت المدرسه، بما اننا على موسم الدخول المدرسي، وهذه هي اغلبيه الاجواء ديال البيوت المغربيه تقريبا. يا ربي الله يقدرنا والله يعاون الوليدات، ونتمنى ان شاء الله يكون عام حافل بالنجاحات يا ربي. لذلك انا قلت نشارك معكم هكا بعض الافكار ديال الكوتي. هما ديجا فيديوهات عندي وهكا جمعتهم فيديو واحد، واول اقتراح غادي يكون دي كاب كيك بالقهوه. نتمنى يعجبكم الفيديو ونبداو على بركه الله. هنا عندي لي كيسات ديال الكاب كيك، هنا قاديتهم في المول. غادي ناخذو هنا زلافه، غادي نديرو فيها البيض والسكر والفاني، غادي نضربوه مزيان حتى نتاكدوا ان سنيده دابت. انا تندير غير الفوي، وراه كيما شفتوا راه هما كيجيو مزيانين، يعني ما كنحتاج لا باتور لا خلاط كهربائي. غادي نضيف الزيت، وانا دائما كنخلط. غادي نضيف النكهه ديال القهوه، وغادي نضيف نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. تقدروا تستغناو على نكهه القهوه وتخليو غير قهوه سريعه الذوبان. هنا كيف ما شفتوا معايا غنضيف الحليب دائما مع الخلط. بعد ما هكا نخلطوا داك الحليب هكا يتجانس غير شويه ماشي بزاف مع الخليط. غادي نضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق، غادي نخلطوه حتى هو، نعطيوهم شويه ديال الخاطر. صافي. هنا كيف ما شفتوا معايا انا ضفت الكاس الثاني، غادي نضيف عليه هكا حتى هو ندخلو هكا شويه، وعاد غادي نضيف الساشي ديال الخميره. انا ديجا مشاركه معكم فيديو دايره فيه دي كاب كيك اللي ماشي هكا، ماشي بالنسبه ديال القهوه. غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق. بصراحه كيجيو زوينين باي نكهه بغيتو. تقدروا بحال هكا ديما تاخذوا لاباز ديالهم وتنكهوا باش ما بغيتو. لاباز راه كيما قلت لكم هي داك الكاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 3 ديال البيضات، 2 كيسان ديال الزيت، 2 خمارات، ومعلقه ديال الخل. كيجيو غزالين بصراحه كيف باش ما نكهتوهم. هنا ضفت الساشي ديال الكاكاو حتى هي كنخلطها هكا مزيان. الخل ما كنضيفو، صافي حتى كنشوفوا العناصر هكا صافي تخلطوا وبداو لينا واحد الفقاعات هكا، عاد نضيفوا الخل. هنا غادي نبدا غادي نعمر لي كيسات كيما شفتوا معايا داك الفقاعات، يعني راه صافي راه الخليط متجانس، ما محتاجينش الخلاط الكهربائي كيما قلت لكم، راه غير بيدينا راه كيعطينا داك لا تيكستور اللي بغينا. غادي ناخذ هكا مغرفه اولا اللي بغيتو. غادي نعمر هنا لي كيسات. هنا كل كيسات كنديروا فيهم هكا النص الا كانوا صغار، والا كانوا بحال هذا عندي الطول ديالهم شويه هكا طوال، درت فيهم 3 الارباع. حيت شويه هنا عندي لي كيسات عالين، وانا لي كاب كيك بغيتهم يجيوني مقادين، ما بغيتهمش يجيو منفوخين، لان لي كاب كيك هما اللي كيجيو مقادين مع لي كيسات. لي موفن هما اللي كيكونوا طالعين فوق لي كيسات. هنا انا تزيين على حسب الرغبه، درت لهم هنا اللوز ايفيلي، وغادي ندير هكا حبيبات ديال الشوكولا ديال كوكيز. انا هنا كثرتهم حيت بغيت الحبيبات ديال الشوكولا يجيوني لداخل. نتوما الا ما بغيتوهمش يدخلوا ليكم، غادي ديروهم مع الدقيق وما تكتروهمش. غادي ديروهم في الدقيق وما تكتروهمش، لان الخليط عندنا خفيف كما شفتوا غادي يهبطوا. هنا شعلت الفران قبل ما نخلط الكاب كيك على 180 درجه، وشعلت غير لتحت. غادي نديرهم هكايا في الرف الوسطاني ديال الفران، وغادي نخليهم يطيبوا. الخبيزات غادي نحتاجو هنايا كاس ديال الحليب دافي، غادي نضيفو عليه معلقه ديال السكر سنيده ما عمراش، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات عفوا، الملح على حسب الذوق. غادي نخلطو هكا مزيان حتى تبان لنا داك سنيده والخميره هكا تجانسوا ودابوا. غادي نضيفو هنا بياض بيضه. وهنا خصنا نضيفو 4 كاس ديال الزيت، انا نسيتو حتى غتشوفوني غادي نضيفو مع الدقيق. غادي هكا نخلطو الخليط حتى يتجانس. غادي ناخدو نفس الكاس، غادي نعبرو به 3 الكيسان ديال الدقيق، وعلى حساب الخليط. الا كانت البيضه كبيره، البيضه هنا انا عندي متوسطه ما كبيره ما صغيره، تقدروا ديروا كاس وتزيدوا عليه 3 الكيسان عفوا وجوج معلقات، او لا 3 الكيسان هكا عامرين ممسوحين. وديما كيف ما كنقول نفس الكاس اللي عبرنا به الحليب هو نبقاو ناخذوا به القياسات الاخرين.
هنا غتشوفوني غادي نضيف هنا 4 كاس ديال الزيت، لأن نسيتو كان خصني نضيفوه في الأول، ولكن ما دار حتى شي، ما تغيرتش ليا العجين أولا نفس النتيجة اللي كتجي لي في الخبيزات جاتني. كيما تتشوفوا غادي ندخل هكا مزيان داك الزيت مع الدقيق، وغادي نضيف الكاس الثاني. صافي هنا غادي نحيدو الفوي. غادي نكمل بعد ما غادي نحيد الفوي، غادي نزيد الكاس الثالث ديال الدقيق. كما قلت لكم انا هزت ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. هنايا الدقيق الابيض او الفورس كما كنقولوا. صافي بعد ما غادي نجمعها كامله هكا مزيان، غادي نديرها فوق الرخامه، غادي ندلكها واحد الخبزه ديال الدقيق. انا هنا ما شاركتهاش معكم لان الطريقه سهله ديالها ديال العجينه. العجينه كتجي القوام ديالها ماشي كتلصق، ولكن رطبه وخفيفه. صافي بعد ما غادي ندلكوها غادي نرجعها لنفس السلافه اللي عجنتها فيها، غندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيها بفيلم اليمونطير ونديرو عليها هكا شي فوطه اولا سريبيته، ونحطوها في شي بلاصه دافيه. انا خليتها هنا 30 دقيقه. بعد ما خمرات غادي نرجع ليها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. غادي نرجع ليها، غادي نحيد شويه نخويها، ما غندلكها ما غاديش نعاودو، حيت كاين اللي ملي كيلقى العجينه هكايا خمرات كيعاود يدلكها. بالعكس غير نحاولوا اننا نخرجوا من هذاك الهواء غير بشويه باش ما نخسروهاش. صافي هنا كما تتشوفوا معايا غير هكايا غير لولبتها. غادي نقسمها على جوج، وكل نصف غادي نخرج منه انا 8 ديال الحبات. انا درتهم هنا صغار، يعني المجموع ديال هاد 3 الكيسان عطاوني 16 حبه. الا بغيتو ديروهم نتوما شويه هكا كبار غديروا 8 الحبات. صافي غادي نكورهم عادي بالطريقه العاديه، وبعد ما غادي نكورهم غادي نغطيهم. كيف ما كتشوفوا ايدي ما فيها لا زيت لا دقيق لا حتى شي حاجه، راه كتجي عجينه اللي ما كتلصق ما والو. صافي غادي نغطيها، غادي نخليهم بحال هكا واحد 15 دقائق على حسب بحال هكا. الا بغيتو تغسلوا داك الزلافه صافي وترجعوا ليهم. هنا حطيت واحد الزلافه فيها الفرماج على حسب اللي بغيتو ديروا فرماج ساندويتش، بغيتو ديروا اي فرماج عندكم. انا درت هنايا خليط ديال الفرماج حمر والموتزاريلا. غادي ناخذوا ديك الكره وغادي نبداو نطلقوها هكايا بشكل طولي او بيضاوي كما تتشوفوا معايا، ونقادوها هكايا بيدينا. المهم انها تكون شويه هكايا رقيقه. صافي هنايا كما تشوفوا بعد ما طلقتها غادي ناخذ شويه ديال الفرماج، غادي نعمرها الوسط. هنا خصنا نسدوها مزيان باش ما يخرجش لنا داك الفرماج في اللاطه ويتحرق لينا اللي تحرقوا لنا الخبيزات. غادي نقادو داك الفرماج هكا بشكل طولي. صافي وغادي نجمعوا الجناب، غادي نلاقيوهم وحنا كنقرصوا. كما تتشوفوا ضروري نقرصوا هكايا مزيان كاملين. بعد ما كنكمل هكا داك القريص ديالو كله كنعاود نردو ونعاود نقرصو نعاود نتكيه ونقرصو بيديا. كما تتشوفوا معايا نتمنى يكون واضح لكم الفيديو بحال هكا. طريقه سهله صافي كنبرك عليه هكا بيديا ونحاول نرجعوا دوك الجنيبات ضروري حتى هما نجمعهم. صافي كما تتشوفوا تتعطيني هذا الشكل هكايا، نحطوها في اللاطه. خمروا غادي غير الخمره الاولى اللي خمروا. صافي غادي ندهنهم هكا كما كتشوفوا بداك الصفار ديال البيض. وهادو اللي فيهم الفرماج انا رشيتهم بالزلجلان بيض، واللي هكا حلوين درت ليهم زلجلان البلدي مع حبيبات ديال الشوكولا، وبركت عليهم هكا شويه بيديا باش ما يطيحوش. غادي ندخلوهم للفران مشعل من الفوق ومن التحت على 200 درجه اللي يكون سخون حتى يطيبوا هكا ويتحمروا.
وغادي نخرجوهم. الصراحة كيجيو رطبين، ملي كنخرجوهم من الفران كيجيو رطبين، وكيف ما كتشوفوا راه كيجيو هكايا مهوين من الداخل، ما فيهمش داك البابه اللي كثيره. انا هنا خليتهم حتى بردوا عاد صورتهم معكم، ملي كيكون داك الشكلاط والفرماج دايب. كيلو ديال السميده رقيقه. هنايا عندي ساشي ديال الفاني، عندي ساشي ديال الخماره من وزن 8 غرام، قبيصه ديال الملح، ماشي قبيصه ديال الملح مي غادي نملحو على حسب الذوق. كذلك غادي نحتاجو ربع معلقه ديال الخميره حبيبات، او الطريقه ديال الخميره المعجونه. هنا الخميره نحاولوا اننا ما نكتروهاش. غادي ندير كذلك هنايا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. انا هنا كما كتشوفوا درت 4 صغار، هما يعني 2 كبار. تقدروا ديروا السكر الابيض ماشي ضروري هذا. بالنسبه للتنسيم انا خديت هنا قشور ديال الليمون اللي ديما عندي، المندرين عفوا، اللي ديما كنشفهم في الفران وكنطحنهم وتنديرهم في الكونجيلاتور، كنبقى نسم بهم. هنا غادي نخلطوا النواشف هكا حتى نحسوا بهم تجانسوا. من بعد غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الزبده عامره، ماشي ضروري، انا بعض المرات اكثر هي ما كنديرهاش، كندير غير الزيت كتجي زوينه. غير اليوم مع قشوره الليمون قلت باش نخرج داك النسمه. صافي هكا غادي ندخلو ديك الزبده بشويه بشويه هكايا بيدينا. من بعد غادي ناخدو غير 4 كاس ديال الزيت. المهم انا ما عرفتش علاش عمرت داك الكاس وانا محتاجه غير 4 كاس ديال الزيت. غادي ندخلوه مزيان، غنبسبسوه مع السميده. هنا باش غنعرفوا ان السميده صافي خدات لينا الزيت الكافي. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشدوها وغادي نجمعوها بيدينا، غادي نمركوا عليها هكا بيدينا حتى كنحسوا بها صافي تجمعات. هنا ما بقاش السميده محتاجه الزيت، هذا هو القياس الكافي. غادي ناخذ 2 كيسان ديال الماء، كيسان ديال اتاي هما اللي غادي نديرو. الحرشه ما كتبغيش تعجن، ماشي بحال البطبوط، ماشي كنبقاو ناخذ غير صباعنا وكنبقاو بحال هكا نجمعوا فيها. راه غادي نوريكم الحركه اللي كندير، حيت كاين اللي كيمشي هكا كيدلكها اولا كيبقى يعجمها بحال العجينه، داكشي باش ما كتصدقش مع العجينه، الحرشه كتجي معجنه عفوا. صافي هكا غادي نتاكد ان داك السميده كلها دخلت ليها الماء كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي ندير هكا يدي وغادي نبدا نهز من التحت للفوق، وغادي نوريك غير بصباعي، ما تنديرش كفي، غير صباعي باش كنتاكد ان داك السميده ما بقاتش ناشفه، حيت بعض المرات كتبقى ناشفه ما كيوصلهاش الماء وما كتجيش معانا، كتجي بحال معجنه، كيجيو شي طريفات في وسط الحرشه معجنين عفوا. صافي غادي نجمع هكا الحواف ديال الزلافه وغادي نغطيها وغادي نخليها 15 دقائق غير تنشف. وغادي نبدا على ما هكا نوجد المقله ونوجد باش غنقادها. انا هنا غادي نرشها بالسميده البيضاء، وكما شفتوا انا دهنت المقله، تنديرها في مقله بارده، ما تنديرهاش في المقله سخونه، كندهنها بشويه ديال الزبده. صافي وكنبدا هكايا كنكور، كندير كويرات حتى كندير واحد الكميه عاد باش كنبدا نمرمدها في السميده. من بعد كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا خديت غير لاقه ديال ميلكا اولا ديال كونفيتور ديال نوتيلا على حساب. صافي كنبدا هكا نقرصها، نرش بشويه السميد وكنحطها في المقله وتنبرك عليها واحد شويه حيت ما كنبغيهاش غليظه بزاف. صافي غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نعمر المقله. عاد غادي نشعل البوطه ما تكونش مجهده، ما بين قليله وما بين هكا تكون متوسطه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا ملي كتبدا هكا كطيب كتبدا اصلا تعطيني اتساع في المقله، وكنبدا نزيد الحريشات الاخرين. انا في ديك الوقيته اللي هي كطيب كنكمل كلشي كنقرصو، كنحطو في بلاطو بحال هكا وكنبقى نهز باش كنعرفوها راها تحمرات من التحت. كيف ما كتشوفوا معايا اللون السميده كيبدا كيصفار، كيبدا كينصاح وكتبدا كتشمع. صافي كنقلبوها، كنبقاو غاديين هكا مستمرين كنقلبوها حتى الطيب. ساهله في طيابها، هي غير البوطه ما عمرنا نديروا البوطه بجهده، لان الا درنا البوطه بجهده غادي تتحمر وغتبقى لنا من الداخل معجنه وخضراء. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنوريكم راها كتجي صراحه كتجي لذيذه ودغيا هكا. داك الزبده حتى هي كتعاونها على التحمار. انا راه ديجا مصاوبه معكم حريشات بالجبن وهكا حريشات حلوين، غنخليهم لكم في الفوق وغتلقاوهم في صندوق الوصف. بالنسبة للبانكيك حاجتنا بكاس ديال الحليب
وكذلك من 2 حتى ل3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، دائما على حسب الذوق. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال زيت المائده او الزبده دايبه على حسب اللي بغيتو. عندي هنايا حبه ديال البيض، عندي هنايا قطرات من الفاني سائله او ساشي بنكهه الفاني. عندي كذلك خميره من وزن 8 غرام، والدقيق على حسب الخليط. هنا خديت زلافه فيها قبيصه ديال الملح، درت فيها سكر سنيده، ضفت عليه داك البيضه. غادي نخلطهم بالفوي كما قلت لكم. تقدروا ديروا الفوي، تقدروا ديروا داك الميكسور بلونجون على حسب اللي بغيتو. غير الفوي ونضربوه شويه كيجيني انا كافي. غادي نضربوه هكا شويه حتى نحسوا بداك السكر سنيده هكا داب وتجانس غير شويه. غادي نضيف عليه داك عفوا يا اما ساشي ديال سكر من هاد الفاني، اولا هاد الفاني سائله. كما قلت لكم انا كتعجبني فايت لي قلتها لكم هاد الفاني سائله في البانكيك في لي كريب، كتعطيهم واحد النسمه اللي غزاله. صافي غادي نخلطها. اولا تقدروا ديروا الحامض، انا كل مره باش كنديروا الحامض الليمون هكا القشره ديالو على حسب اللي بغيتو. حتى هو كنديروا بالقهوه، تنسموا على حسب شنو كيبغيو وليداتكم. هنا غادي نضيف الدقيق. المهم الدقيق على حسب الخليط، هو تيبغي شويه يكون هكا ثقيل، يقدر يهز معاكم من هكا من 2 كيسان حتى ل2 ونص على حسب الدقيق. غادي نضيف هنايا الخميره كيف ما كتشوفوا ديال 8 غرام من وزن 8 غرام اولا 7 غرام اللي متوفره عندكم. صافي غادي نخلط كلشي هكا مزيان، وغادي انا كنخلط وانا كنزيد في الدقيق كما قلت لكم. كيبغي الخليط يكون هكا شويه ثقيل عفوا. صافي غادي نخلطو مزيان حتى داك الدقيق هكا ما يبقاش فيه داك هكا الحبيبات. وغادي ما نخليوش يرتاح بصراحه بزاف، غير شويه وصافي. غير على ما نغسلو داك الزليف ولا داكشي باش خدمت. غادي نغسلهم هكايا وغادي ندير المقله تسخن. هذه هي لا تيكستور ديالو كما كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه لهاد المقادير كيخرجوا 9 الحبات متوسطين. انتوما بغيتو ديروهم صغار كتر غادي يخرجوا لكم كتر، بغيتو ديروهم كبار وتدوبلوا المقادير على حسب اللي بغيتو. كما كتشوفوا معايا هنا انا خديت مقله ثقيله، انا عندي هذه ما كتلصقش، كطيبهم ليا. تقدروا تستعملوا اي مقله عندكم تكون ما تلصقش. انا دوزت عليها غير بالدهنه هكا ديال الزيت في البابي اوبسيرفون، ودهنت غير شويه هكا بالزيت غير المره الاولى. صافي ما كنبقاش نعاود. هنا راني طيبت الاولين وهنا كنطيب الثانيين. كان كيسحب لي كنصور ولكن الكاميرا لقيتها ما صورت ليا والو. صافي غادي نقلبوها غير تبان لينا بحال هكا بدات بحال البغرير كدير داك الفقاعات. صافي وغادي نقلبوها تكون هكا تحمرات. والبوطه راه ما كتكون ما بين مجهده ما بين ناقصه، كنجي في هكا في الوسط. صافي كنكمل بحال هكايا كيف ما كتشوفوا معايا. نقلبهم صافي ونخليهم يتحمروا من الجهه الاخرى حتى هي. ملي كيبداو يتحمروا من الجهه الاخرى راه كيبداو يتنفخوا، كيجيو محمرين من هكا من الجهات بجوج. والتزيين كيبقى اختياري. بالنسبه للكريب غادي ندوزو دابا، غادي نشوفوا طريقه التحضير ديال الكريب. غادي ناخدو خلاط كهربائي، غادي نديرو فيه نص لتر ديال الحليب مع 2 بيضات مع نص كاس ديال السكر سنيده مع قبصه ملح مع فاني سائله تقريبا واحد نص معلقه اولا ساشي ديال السكر بنكهه الفاني. وغادي نديرو نص كاس 4 كاس عفوا ديال الزيت او زبده او خليط ما بين زبده وزيت حتى يتخلط داك الخليط مزيان. البيض مع الحليب غادي نضيفو ليه 2 كيسان ديال الدقيق الابيض او الفورص مع 2 معلقات كبار ديال الكاكاو. هنا خديت 2 ساشيات، تقدروا نتوما ديروا 2 معلقات كبار ديال الكاكاو. انا كنفضل هذا الكاكاو لان كيعطينا مذاق وريحه وحتى اللون. داك الكاكاو اللي كيتباع بالعبار بصراحه ما كيعجبنيش، ما نكذبش عليكم. لحد الان ما لقيتش شي كاكاو اللي زوين. قليل اللي كتلقاي عنده كاكاو هكا الجوده ديالو عاليه او جوده ديالو زوينه. غادي نردو كلشي هكا في الخلاط، غادي نعاودو نطحنوه. هنا نديرو هكا شي سباتولا ولا معلقه نحركو لان الدقيق كيبقى حاتل لينا لتحت. صافي غادي نخلطو حتى يبان لنا الخليط بحال هكا على كيدير فقاعات. والخليط ضروري انه كيكون جاري، يعني 2 كيسان ديال الدقيق كافيين بالنسبه لهاد المقادير. غادي نديرو مقله، غادي نخليوه ربع ساعه يستراح. غنديرو مقله غادي نسخنوها، غادي ندهنوها بشويه زيت غير المره الاولى.
صافي وغادي ناخدو هكا مغرفة وغادي نهزو القياس وغادي نكبو في المقله، وكيف ما كتشوفوا كنبقاو ندورو هكا المقله حتى يبان لنا صافي تقاد الكريب ديال الوجه ديالو. غادي نديروه فوق البوطه ما بين مجهده وما بين متوسطه، ماشي مجهده وماشي عفوا ماشي منقوصه. وغادي نخليوه يطيب حتى يطيب. كيف ما كتشوفوا كيبدا يدير واحد الفقاعات، هذوك الفقاعات راه دليل على ان الكريب راه ناجح 100%. صافي غنبقاو مستمرين وغادي نقلبوه، غير هو نردو معاه البال. راه ماشي هذا الكريب اللي كيكون بالشوكولا ماشي بحال الكريب ديال الفاني، لان كياخذ الوقت في الطياب باش كيعطينا اللون. مي هذا اللي فيه الشوكولا راه دغيا دغيا نردو ليه البال، ما نخليوش هكا كيتحرق. وكيف ما كتشوفوا معايا راه الكريب كدير لنا هكا فقاعات من هاد الوجه ومن هاد الوجه، يعني راه الكريب ديالنا ناجح 100%. وبالنسبه للقياس غتاخدوا شي حاجه اللي غتعبروا بها باش تبقاو ديما ديروها باش تعطيكم الكريبه رقيقه. انا عندي هاد المغرفه ما عامراش هي قياس هاد المقله. نتوما مع المده من حدكم نتوما تتعودوه ونتوما تتعلموا، يا تعلمي بشي كاس بشي زلافه على حساب. كنبقى ناخذ هذاك البابي ديال السيرفيت اللي درت به الزيت، ما كنعاودش نعمرو زيت، غير هو كنبقى نمسح به المقله. وبنفس الطريقه كنبقى هكا مستمره حتى نكملوا الكريب. من اسرار النجاح ديالو هو اننا مني غادي نحيدوه من المقله نغطيوه. هنا راه كنوريكم، شوفوا كي كيجي رقيق وخفيف. ضروري اننا نغطيوه. انا خديت الطبسيل نفرش عليه داك البابي سيرفييط ومغطياه بسربيته. عفوا. هنا غادي بالنسبه للدهن بعد ما كملته، انا هنا خديت غير شوكولاط عادي مربعات اولا اللي عندكم، ذوبته وزدت عليه دانيت شوكولا. وكانت عندي هنا شويه ديال النوغا ديجا عندي محضراها في قرعه. صافي هكا رشيتها بيه. تقدروا ترشوه باللوز تقدروا بلاش، تقدروا تدهنوه بنوطيلا باش ما بغيتو. انا بعض المرات كندير غير نيسلي كراميل كيكون عندي وسنزيد عليه دانيت، اولا ديري دانيت كراميل مع دانيت شوكولا وتخلطيهم وتدهني. صافي شي حاجه درتها بداك اللوز وشي حاجه درتها بلاش غير بالشكلاط. صافي وروليتو بحال هكايا، درتو على شكل رولي وحطيته ورشيته شويه باللوز ودرت عليه هكا خطوط ديال صوص الشوكولا. وانتم تقدموه بالطريقه اللي بغيتو.